زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عندما تستعيد الأمة قلبها، هنا حيث تكسرت الديار وتقاسم الأعداء الأرض وتفرقت القلوب قبل أن تضيع السيوف، هنا تحت ثرى الشام يرقد رجل لم يبدأ بتحرير القدس، بل بدأ بتحرير الأمة من فرقتها. إنه صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله تعالى. ولد رحمه الله عام 535 للهجرة. نشأ في بيت جهاد وطاعة، فجمع بين الفقه والقيادة وبين العقيدة والتخطيط. لم يكن طالب ملك، بل صاحب مشروع إعادة وحدة الأمة قبل مواجهة العدو. الوحدة سبيل النصر. علم رحمه الله أن القدس لن يحرر والأمة متفرقة، فبدأ بجمع مصر والشام وإزالة الدولات الهشة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: كان صلاح الدين من أكثر الملوك صلاحا، وأحسنهم سيرة، وأشدهم تمسكا بالدين. حطين نصر القيم قبل السيوف. في عام 583 للهجرة وقعت معركة حطين، حيث انكسر الصليب وتحطم الغرور، وقال رحمه الله كلمته الشهيرة: والله لن تعودوا إليها ما دمنا رجال، والله لن تعودوا إليها ما دمنا رجال. ستقودنا نحو التألق يمنة وشمالا، نحو التألق يمنة وشمالا. ولكن العجب لم يكن الانتصار، بل ما بعد الانتصار. عفا وأمن ورفض الانتقام. يقول أحدهم: كان صلاح الدين أرحم من كثير ممن انتصروا، وكان رحمه الله زاهدا مع القدرة، حتى أنه مات ولم يترك إلا دينارا واحدا ودرهما واحدا. يقول ابن شداد: ما كان يدخر شيئا ولا يجمع مالا، بل ينفقه في الجهاد والعامة. مات رحمه الله عام 597 للهجرة. مات رحمه الله ودفن في دمشق وعمره 57 سنة. مات رحمه الله ولم يمت القدس، لأنه أحيا في الأمة معنى الوحدة وأخلاق النصر. تحت ثرى الشام يرقد رجل إذا ذكر الجهاد قيل: هكذا يكون النصر، خلقا قبل أن يكون قوة. سادة تحت ثرى الشام. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى.